المكيفات الهوائية باتت ظاهرة تطال أحياء وسط مدينة شلف، خاصة تلك الموجودة في الطوابق الأرضية، ما أثار مخاوف المواطنين والتجار. دونك هذه الظاهرة الأولى، ظاهرة سرقة المكيفات الهوائية، يعني محركات المكيفات الهوائية باتت ظاهرة تطال أحياء. اليوم بطبيعة الحال كاينه واحد الظاهرة عند الإخوان ديالنا، هي برق ما تقشع ديال كليماتيزور، ديال لي كليماتيزور، لا كليماتيزاسيون. تفضل السي امين، مرحبا. غفل طارت عينك، غفل طارت عينك تماما. دونك ظاهرة انا بكل صراحة اللي عنده ليها شي تفسير انا غنوريكم. تفضل السي امين، تفضل خويا. سرقة محركات المكيفات الهوائية باتت ظاهرة تطال أحياء وسط مدينة شلف، خاصة تلك الموجودة في الطوابق الأرضية، ما أثار مخاوف المواطنين. ما قالتلكش يعني مرة جوج اشنو قالت الإخوان؟ اشنو قالت؟ واش قالت وحده جوج ولا شنو قالت؟ انا غير ركزوا معايا في شنو السيده كيقول، شنو السيده قالت، واش قالت وحده ولا قالت ظاهره؟ ما قالت ظاهره بزاف داكشي. لا دابا انا غير كنسول، نقدر نكون انا ما كنسمعش مزيان، ممكن. قالتاش؟ عاود لي اخويا، عاود لي. نعاود لك. سرقة محركات المكيفات الهوائية باتت ظاهرة تطال أحياء وسط مدينة شلف، خاصة تلك الموجودة في الطوابق الأرضية، ما أثار مخاوف المواطنين والتجار. ديال لي كليماتيزور، وبالمناسبة أتضامن كل التضامن مع خوتي الجزائري ديال لي كليماتيزور، وبالمناسبة أتضامن كل التضامن مع خوتي الجزائريين اللي كيتعرضوا لهذا النوع ديال السرقة. الوغ هذه ظاهرة سرقة اش كيسميوها المكيفات الهوائية. غادي نمشي لواحد الظاهرة أخرى، ظاهرة سرقة البالوعات، ظاهرة القوادس عزكم الله الغطاء ديالهم، ظاهرة منتشرة في الجزائر. كل تضامن مع خوتنا في الجزائر. احنا بغينا نعرفوا اليوم ونحلوا ونعرفوا السباب ديال هذه الظاهرة ديال زيد اخويا، طلق خويا. بسم الله الرحمن الرحيم. هام المغاطة تاع الروكارات كيما راكم تشوفوا فيهم، هام راهم مسروقين ومخبين من هنا. ها في بارك، من لي بارك اللي راهم في ورقله يديروا السرقه. مقطع كيما هذا يسرقوا لك، يخليك الروكار نتاعك يتاع فيه ولدك، لا قدر الله. السلام عليكم. احنا رانا بعثنا المير على اساس باش يدير توقيف هذه الباركات للسرقه هذه وما شفنا والو. انا نطالب هنا المجتمع المدني كامل والسلطات تدخل توقف علينا هذه الباركات، ما خلت اخلاق. هاد الاخوان هادو كيطلبوا دابا من السلطات انها تدخل. انا هذا واجب اخوتي، واجب نحلوا يعني الباب ديال هذه الظواهر باش نعرفوها. دونك بعد سرقه سميتو المكيفات الهوائيه، احنا اليوم شفنا سرقه البالوعات. اذا من البالوعات الى التروتينات، ظاهره جديده منتشره في المجتمع الجزائري الشقيق. كل التضامن مع خوتنا. الشفره خفت اليد، سرقه التروتينات. تفضل السي امين. ظاهرة التروتينات، سرقة التروتينات. عزيز اروح نسقمها لك، طفل صغير ما طلقوش، خدعوه سرقوه. اروح نسقمها لك، انت طفل صغير دوك نسرقها لك. سرقوها له وهربوا بها. ليك طفل كيفاش دار يدو فوق راسه. الوغ دابا هذه بنت الشرطة الجزائرية. الشرطة الجزائرية، تفضل وريني الشرطة الجزائرية شنو دارت اليوم. تفضل خويا. بالمرصاد، حفظهم الله ووفقهم الله لخدمة البلاد والدين والعباد. قرا لي العنوان الله يخليك. العنوان السي امين. سرقة التروتينيت لطفل صغير، تم استرجاع الدراجة بتوفيق من الله. الحمد لله. إذا بعد ظاهرة سرقة البالوعات وسرقة المكيفات، ظاهرة سرقة التروتينات، غنمشي لكم لظاهرة أخرى. الفراقشية وريتهم لكم في الوقيته ديال العيد، سرقة الحوالة. الوغ اش بان لك السي امين؟ شنو نزيدو نوريهم عاوتاني؟ نمشيو لجريدة الخبر مثلا. هي نمشيو لجريدة الخبر. مرحبا. نقراو جريدة الخبر، جريدة الخبر الجزائرية، ماشي أنا اللي نقراو جريدة الخبر. تفضل خويا. دابا غنمشيو للخبر، ولكن غنمشيو للمحكمة.
غنمشيو للمحكمه الجزائريه. تفضل خويا قرا. هذا التاريخ بعدها ما كاش منها 17 في شهر 6 2025 قال لك جدول جلسات المحاكم لا يخلو من جريمه سرقه المركبات. الطوموبيلات الشهرة ديال ما الطوموبيلات كيحبسش يعني الجدول ديال الجلسات عامر سرقه قضايا اللي كدوز المركبات. هاي المركبات تري بيان. جدول جلسات المحاكم لا يخلو من جريمه سرقه المركبات. هذه راه جريده جزائريه. هاي الخبر. هذا الشيء دون ان ننسى بطبيعه الحال الظواهر الاخرى ديال السرقه المنتشره بطبيعه الحال. وهذا الشيء ولا عابر للقارات، عابر للحدود. وشفنا بطبيعه الحال ذاك التقرير اللي كنتكلم على في بريطانيا على سرقه الهواتف واللي كانوا كيطلقوا بالمناسبه في الجزائر. الوغ سؤالي لكم اخواني الكرام، علاش في نظركم هذه الظاهره ديال السرقه ديال خفه اليد، ماشي السرقه، هي سميتها خفه اليد، ظاهره خفه اليد ديال التروتينات ولات ظاهره في الجزائر وكل التضامن مع خوتي، ديال الطوموبيلات ولات ظاهره، ديال البالوعات ولات ظاهره، ديال التليفونات ولات ظاهره. هادشي وريته لكم الاخوان، ياك شفتوه؟ اللي بغى يتاكد يدخل الاعلام الجزائري. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا سيدي، مرحبا بك. الله يبارك فيك. تفضل. الموضوع رضوان تهضر على الموضوع تاع السرقة. هادشي اللي كاين في الاعلام ديالكم اخويا، ماشي انا اللي قلت. معليش لا تخلو الدول من هذه السرقات. لا، ولكن العيب وين؟ الحاج خليني نفسر لك. منين تكون حاله منفرده نقدر نفهمها، ولكن اليوم الاعلام الجزائري يتكلم عن ظاهره. معليش كظاهرة. أنا أحب وما نعم. تحبيتش. انا اللي احبيت، حيت انا اللي كندير الموضوع. موضوعي هو الظاهره ديال السرقه. تحبيت هذاك الشيء كاين نهضرك على السرقة. انا احبيت انك تجاوبني الحاج على الموضوع. الله يخليك. يعني قلت لك نهضرك على السرقة، أنا في الجزائر بلادي نعم موجودة السرقة، ولكن احنا تقول انت الجرائد وكتبت باللي ماشي انا اللي قلت الحاج، ماشي انا اللي قلت. اطلق الميكرو الحاج، ماشي انا اللي قلت. انا كنتكلم على ظواهر منتشره. نعم هذه الظواهر. أن تكون اعطيني تفسير. هنا نعطيك التفسير. أن تكون معليش الحاج، ماشي تفسير، معليش تسلم بها. هي اسمعني تهضر غير انت برك. اسمعني وما تقولش يا معليش. أنا سمعتك. يلا جاوب. خليني نرد عليك نجاوبك. نعرف. سبحان الله. واش كتهز الصوت؟ تكون عندنا السرقة. نعم. واش كتهز عليا صوتك؟ راك تسمع؟ لا ما كيف نهز عليك؟ انا اللي حبيت تسمعني انت تهضر انت ما تخلينيش نجاوب. وتتهز عليا صوتك انا؟ يا ولدي والله شوف انا نقول لك، انا انت طرحت موضوع انا راح نجاوبك، انت تبدي تحجج. يلا زيد اخويا. يا سبحان الله. يا والله تكون عندنا سرقة هذه السرقات وما بيعوش بناتنا وولادنا للاجانب. وبدون شوف سمعت. شوف اسمعني. كنتوا تصدقوا بلي يجي نهار على الجزائر عدد الولادات من الحلال في السنة 75,000 وعدد الولادات من الزنا 80,000. صدقوا هذه؟ كنتوا تصدقوا عدد الولادات من الحالات 75,000 وعدد الولادات من الزنا 80,000. استغفر الله العظيم، استغفر الله. علاش اخويا التراث؟ علاش؟ شكون اللي قال هذه الهضره؟ راه نوريك. وري لي بالصوت والصوره الله يخليك. هذاك موريش خطير، عنده بعد النظر والله الا كتب لي وجد الفيديو لتحت من قبيله غير طلع. هذا قال لي وجد الفيديو. تكون فاهمني، راه خصك تكون موجد الفيديو. لا وجدت الفيديو. لا انا كنت موجود وايلي يا صاحبي. شي اللي قال لك معليش وجد الفيديو. ملي قال معليش فعلا وجد الفيديو. وكنتوا المجاهدين وطعمتوهم كنتوا تصدقوا بلي يجي نهار على الجزائر عدد الولادات من الحلال
في السنة 75,000، وعدد الولادات من الزنا 80,000. استغفر الله العلي العظيم. المهم الاخوان، هذا ماشي موضوعي، انا كنناقش ظاهره، انا كنهضر على دابا علم الاجتماع، كنناقشوا واحد الظاهره اللي منتشره وبغينا نعرفوا السبب ديالها. السبب علاش ظاهره الشفره منتشره في الجزائر. كطرش قهوه خويا رضوان، كطرش قهوه خويا رضوان. مالك تهضر على موضوع السرقه خويا رضوان؟ لا ماشي موضوع، كنهضر على واحد الظاهره اللي كيتكلم عليها في الاعلام الجزائري، بغيت نفهمها، بغيتي نسمعوا. وهذه الظاهره صح بيناتنا خويا رضوان، هذه الظاهره ما كاش في المغرب؟ لا كاينه حالات ماشي ظاهره. حنا ثاني حالات، حنا حالات، وشنو مادام الاعلام هو يهضر عليهم معناتها حاجه مليحه، راه يحارب في هذو الحالات. انا متفق معك. شوف انا كنت قالت حالات منفرده، انا غنقول انا ما غنديرش الموضوع هذا. انا علاش درت الموضوع اخويا؟ لانه الاعلام كله كيسميها ظاهره، بغيتي نسمعوها اخويا. رضوان خويا رضوان، العيب عباك وراهو، العيب ماشي كي الاعلام يهضر ويحارب هذو الافات، العيب كي يكون عندك الافات في المجتمع تاعك وما تحاربوش، تخلي الناس يهضر، تخلي الناس البراويه يجوا يدخلوا يديكوفريو الحالات والافات هذو. فهمت ولا ما فهمتش؟ دابا انا بغيت نفهم هذا. والسرقه هي كاينه في كل العالم. لا اخر سرقه اللي دارت ضجه في اسبانيا تاع الشنوي اللي حكم هذاك المغربي اللي مكتف هذاك، على ما هضرتش عليه خويا رضوان. هذاك مغربي هذاك رضوان، هذاك مغربي. الشرطه الاسبانيه قالت بلي مغربي، نتوما حبيتوا ترجعوه جزائري بالسيف. لا مغربي اخويا، مغربي خويا، زيد اتاكد رضوان. لا مغربي اخويا، مغربي. التقرير ديال بريطانيا كيهضر على المغاربه، ياك اوني بيان داكور. هذاك مغربي رضوان، تاكد خويا تاكد. لا شوف قلت لك، حتى التقرير اللي دار في بريطانيا كيهضر على المغاربه، متفق معايا. بيبي شوف السر، شكون اللي يطلع الغربه حراق بزاف، شكون اللي يطلع حراق؟ انا ما كنهضرش اخويا على الحراقه، غير فهمني، انا كنهضر على ظاهره منتشره. ها انت قرا شنو مكتوب تما. الجزائر تتحول لاكبر سوق للهواتف المسروقه من المملكه. وشنو هذيك؟ كمل متحده. ثم ثاني تسرقوا التليفونات، تسرقوا لي بيسي، تسرقوا كلش. واش بيك مروان؟ نعرفوا الغربه، نعرفوا رحنا لاوروبا وشفنا. وما كنهضرش على الغربه، الله يرضي عليك اخويا. دابا خلي عليا الغربه، انا الغربه شكل. لا تحكي على بريطانيا يا ودي، ما كاش منها. انت كتيق بريطانيا، انت رجعوا للجزائر. ارجع للجزائر خويا. ظاهره كما قال الاعلام الجزائري منتشره. انا كنعلن التضامن ديالي مع الاخوان ديالي اللي تعرضوا للسرقه. انا بغيت نفهم علاش هي ظاهره منتشره، هذا هو السؤال. ظاهره منتشره في العالم كاع، ودابا حنا العالم ما تيقولكش ظاهره. واكبر البلدان اللي فيهم السرقه بزاف كاين المغرب، الجزائر، شمال افريقيا تقدر تقول. واخا حنا سيدي مفهومه، حنا فقراء. حنا في المغرب ما عندناش اخويا الفقر، ما كنا والله حنا نبارطاجيو معاكم كلشي نبارطاجيوها معاكم، السرقه كيما تحبوا. حنا سيدي فقراء، حنا كتعرفونا، حنا ما عندنا لا غاز لا بترول، فهمتي، مقموعين. انا بالي بلي الاقتصاد تاعكم خلينا ما نهضروش على المشكل الاخر. هذا السيد اللي معاك اللي دار دعاره واللي دار حنا في حنا فهمتني؟ نعاونوا ام عازبه باش ما تزيدش تغلط، باش ما تزيدش تجيب طفل واحد اخر في الحرام. ولكن الامهات في البيوت شكون يحميهم؟ لما تفتحوا 8000 بيت دعاره غير في العاصمه، 8000 بيت دعاره. واسمعوني واش راني نقول لكم، بكري كنا نصيبوا اطفال في المزابل يشبهونا احنا الجزائريين، طفل ديزال جايه. الان راني نصيب اطفال في المزابل عينوا هكذاك، عيون تاع الصينيين واجناس اخرى. الان 8000 بيت دعاره في العاصمه فقط. كيف ما ينتشرش السيده؟ كيف ما تنتشرش الامراض الخبيثه؟ وهي وصلت حتى الى البيوت المحترمه. الان هذه المراه
نبقاو في الظاهره المنتشره في ديال تشفارت اخواني الكرام. هذا ماشي البراني، راه ولادك ولاو براني، راه ولادكم ولاو براني. شي عينين جبدين، شي ما عرفت كي داير. استغفر الله يا ربي السلامه. اعوذ بالله من الشيطان خويا ما الرجيم. تبقاش تجبد لي هذا الشيء. الله صافي يرضي اسمح لي، اسمح لي اخويا رضوان، اسمح لي، اسمح لي، الله يرحم لك الوالدين. شوف اسمح لي اخويا، غنهبط والله لا والله الا اسمح لي السي رضوان. صافي الله يجازيك بخير، اسمح لي. اخر مره امين غتجبد هذا الشيء. الله يرضيك. صافي اسمح لي، اسمح لي، انا غلط، انا غلط. صافي انا كنهضر على ظاهره منتشره، ما تبقاش تخرجنا للبيست. الله يرحم لك الوالدين. انا لا اناقش هذا الشيء، الله يسهل عليك. اللي بغى يدير شي حاجه الله يعاونو. وانا خوتي في الجزائر ناس محترمين.